يا خرجي والنعمة بحبكم والنعمة بموت فيكم. إلهي يا رب يجعل أيامكم كلها شنكحة وسعادة وبركة ورزق وراحة بال، اللهم أمين يا رب العالمين. الفيديو بتاعنا النهاردة جبار 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 شفت أغنية عبد الحليم جبار. بصوا بقى، النهارده قلت بقى ايه اما اظبط فطار كده لعيالي. شفتوا البيض اللي انا كنت جايباه؟ وفي ناس كتبت لي في التعليق البيض ده ما بيبقاش حلو يا ام زيد. لا والله البيض زي العسل وما فيهوش زفاره خالص. قليت بيض وسلقت بيض وهرست بطاطس وعملت كوبايتين شاي. قلت بقى ايه، المعده بتاعتي عماله تصوصو وبتصرخ من الجوع، وانا معدتي لما بتصوصو بتفضحني خلاص. معرفش اشتغل في البيت ولا اعمل اي حاجه الا لما لازم املى كرشي الاول. مليت الكرش ودلعته وظبطت الجمجمه وقلت يا بنت اطلعي ايه انطلقي بقى وشوفي اللي وراكي. يا ريت تسمعوا الفيديو لاخره وحطوا اللايكات، وبالله عليكم يا جماعه شوفوا لي اعلان ولا اتنين كده، لان انا عندي المشاهدات رافعه بس ما فيش ارباح، الارباح ضعيفه جدا. فبالله عليكم اكرموني بقى وساعدوني وقفوا جنبي كده، ربنا يخليكم ليا يا منشكحين. يا رب يا رب يا رب اللي تحط اللايك تفضل حياتها كلها منشكحه، اللهم امين. واللي نسيت تحط اللايك ربنا يجعل حياتها منشكحه برضه. انا بصوا بدعي الكل بالانشكاح يا ولاد اهم حاجه تكونوا منشكحين عشان اكون منشكحه انا كمان. ربنا يرزقكم يا رب ويفتحها في وشكم ويجعل لكم في كل خطوه سلامه كده، اللهم امين. يا بحبكم، وانا قلت ان انا بحبكم ما قلت الصح، انا بحبكم بموت فيكم. انتوا كلكم على راسي من فوق، احلى ناس محترمه، ناس جدعه. وقت السده بتشد كده وقت ايه، وقت الشده بتسد اعذروني لو بخاطرف، دلوقتي الساعه 4 الفجر. فانا قلت اما اسجل فيديو وبعدين اصلي الفجر وبعدين اقوم انام ونقوم نشوف ورانا ايه. المهم بقى يا ولاد، المهم يعني انا عايزه كل اصحاب الميزانيات البسيطه تجمع لي هنا النهارده. بصوا الروتين شغال قدامكم، الروتين بتاعنا النهارده جامد جامد، ضرب نار النهارده، ضرب نار النهارده. هنكنس للطيور، ننضف لهم، نحط لهم شويه ميه، نحط لهم شويه اكل. نكنس بقى، ناخد السلم معانا في سكتنا واحنا نازلين كده عشان ما تزعلش مننا وتغضب علينا. امال ايه يا ولاد، مش ناخدها يعني نخلعها من مكانها، لا نكنسها برضو واحنا نازلين. المهم وبعدين بقى نزلت بقى نضفت المطبخ تحت، غسلت المواعين وغسلت البوتاجاز. المهم ان بصوا انتوا هتشوفوا الروتين قدام منكم بقى. شوفوا حطوا اللايكات واشتركوا واكتبوا تعليقات وشوفوا الفيديو للاخر واعملوا كل الحاجات يا ولاد، اعملوا كل الحاجات، مش لازم اطلب منكم اعملوا. انا عارفه ان حبايبي بيقفوا جنبي وبيشجعوني والله. بصوا بقى ما تردش كتير يا بنتي يا ام زياد، ايه ده الناس بتشتكي من الرغي بتاعي، اعمل ايه بس يا ولاد. بصوا بقى، انا عايزه كل حبايبي اللي اصحاب الميزانيات البسيطه كلها تجمع لي هنا دلوقتي اهو. كلكم لازم تسمعوا الفيديو ده. هنعمل ايه؟ بصي بقى يا ست الكل، انت وهي اولا عشان تعرفي تمشي بيتك وما يكونش في مشاكل مع جوزك، لان دلوقتي انا بصوا انا شايفه ان في ناس كتير تعبانه طبعا من الفلوس والعيشه والغلا، وانا معاكم يا حبايب قلبي، الدنيا غاليه عليا وعليكي والعيشه صعبه، وفي ستات كتير بتتخانق مع جوزها بسبب الفلوس وطلقني طلقني عشان الفلوس وده اللي بيحصل والله العظيم يا جماعه. انا بقى مش عايزه اسمع كلمه طلقني دي خالص، ما تخربيش بيتك بايدك، يعني امك انت وهي تمام. اقعدي في بيتك وانشكحي مع جوزك والدنيا هتمشي، بالقليل بالكتير هتمشي وهتعدي باذن الله. الدنيا ام زياد جوزي بيديني مصروف قليل يا ام زياد مش عارفه امشي الدنيا، هتمشي الدنيا ان شاء الله ببركه ربنا. بصي يا حبيبه قلبي، عشان تمشي بيتك وعشان يكون معاكي فلوس وبيتك يكون مستور دايما، ما ترميش ودانك لحد، ماشي؟ ما ترميش ودانك لحد، محدش يعرف عنك حاجه. انت كلت ايه، انت شربت ايه، انت عملت ايه في يومك، ما حدش يعرف عنك حاجه. عايزه تنجحي يبقى معاكي فلوس، بيتك يكون مستور، ما تخبطيش على حد ولا تحتاجي من حد. امك نفسها ما تعرفش انت كلت ايه وشربت ايه. شفت انا بقول لك ايه، ما تزعلوش مني، انا بقول لك على كلام مفيد والله العظيم. سبب البيوت بيتخرب يا جماعه يعني، بعد الشر عنكم يا رب، ساعات بيكون من الاهل، ساعات بيكون من الجيران، ساعات بيكون من الصحاب. الزين يا ام زياد الكلام ده انت جيتيلي في ملعبي، جيتيلي في ملعبي. بص انا النهارده لما اكون مثلا قاعده مع صاحبتي وتعرف كل حاجه عني، انا كلت النهارده كذا وجوزي اداني كذا وما ادانيش كذا وما خدنيش فسحني وما بيدينيش مصروف ومش عارفه ايه صاحبتك دي انت ما تعرفيش جواها ايه. ممكن ترميلك كلمتين يحرقوا دمك، لا ده انا جوزي خدني امبارح وداني الساحل، وهي ممكن ما تكونش راحت. ده جوزي يا اختي بيقول لي تعالى اما نروح المصيف نقعد فيه مش عارفه كام يوم نعمل ويك اند ومش عارفه ايه. انا جوزي يا اختي كان بيعمل لي عيد ميلاد وجوزي مش عارفه ايه. انا جوزي يا اختي كان داخل عليا بفرخه و2 كيلو لحمه وممكن ده كله ما يكونش بيحصل، بس هي عايزه تديكي عايزه تحسسك بنقص، هي عايزه تتعب نفسيتك وخلاص. طب انت شايفه ان انا ظروفي على
على قدي، ظروفي ما تسمحش ان انا اجيب ده كله. انت بتقولي لي الكلام ده ليه؟ يبقى اكيد بتحرق دمك او بتضايقك، مش معقول هتكون بتحبك وتقول لك كده. اول حاجه ان احنا زي ما قلنا ما تحكيش لصاحبتك او لامك مثلا او لجارتك او لاي حاجه، ما تحكيش انت كلت ايه وشربت ايه. مجرد ما فتحتي واللي قدامك قاعد يتكلم بالطريقه دي، نفسيتك هتتعب، هتقعدي في البيت هتحس بنقص. طب انا ليه ما باكلش؟ طب ليه ما بشربش؟ طب صاحبتي بتاكل، ده صاحبتي جوزي جاب لها، ده صاحبتي راحت تتفسح، ده صاحبتي مش عارفه ايه، وانا ليه ما عنديش ده كله؟ هتبداي تلاقي البركه بتقل من بيتك، الفلوس بتقل، الخير كله بينتزع من قلب بيتك. اي والله يا قلب اختك، اسمعي اللي بقول لك عليه، والله انا بقول لك نصيحه وخديها من ام زياد كده قدوه. خدها من ام زياد اي حاجه بقى يا اولاد، والله العظيم انا بكلمكم بجد، انا بهزر في وسط الكلام بس والله الكلام اللي بقوله ده بجد. طيب جت والدتك مثلا، ممكن والدتك تكون مثلا حالتها مبسوطه عنك شويه، وجوزك ما بيحبش حد يعرف عنه حاجه عن بيته والكلام ده. طيب جت مثلا والدتك تقول لك يا اختي وانت كلت ايه النهارده؟ احنا مش عارفه كان ابوكي يا اختي الحاج عامله له دكر بط وعامله له دكر وز وعامله له وانت يعني بقى لسه واكله النهارده بطاطس مهروسه، واكله بتنجان، واكله ايه الحاجات اللي هي البسيطه بتاعتك دي. فامك بتحكي لك فهتتضايقي، فهتصعبي على امك، فامك هتقول لك اجيب لك، جوزك هيتضايق، هتدب خناقه، هتطلقي انت وجوزك، ومين السبب؟ امك. بذمتكم ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ فانا مش عايزه يحصل ده كله. فانت فتحتي بابك، فتحتي اسرارك لجارتك، لاختك، لصاحبتك، مش هنخلص، مش هنخلص. هتبدا المشاكل، ده اختي جابت، ده اختي جوزها جاب لها، ده جارتي مش عارفه راحت فين وجوزها عامل لها عيد ميلاد، ده مش عارفه صاحبتي حصل لها. لا، ما بصي، ما سلمش وداني لحد، ما حاولش حد يعرف عني حاجه. انا كأم زياد، كشخص ام زياد، قافله عليا بابي، لا جاره تعرف عني حاجه ولا اعرف عن جارتي حاجه. زي ما انا ما بحبش حد يعرف عني حاجه، ما بحبش اعرف حد عن اي جاره من جيراني، ما بتدخلش في حياه حد، والله جاب وعمل وخلوا سووا، ما بحبش اعرف حاجه عن حد. يعني بصوا يا جماعه، خراب البيوت مش بالسهل، وانا ليه اكشف حياه الناس والناس تكشف حياتي؟ انا طول ما انا قافله عليا بابي ماليش دعوه بحد، خلاص انا في امان. كلت بتنجان، كلت عدس، كلت بصاره، كلت مسقعه، كلت اللي كلته، محدش يعرف عني حاجه. وربنا يعني ايه بيحب عبده الفشار، ما بيحبش عبده المكار. افشر يعني مثلا اما اقعد قدام والدتي، يا ام انا اكلت الحمد لله ومش عارفه ايه، وما تكدبيش، بس الحمد لله ماشيه. يعني ما مثلا ما تقولهاش انا واكله ديك رومي النهارده وانت مش، لا بلاش كدب، احنا مش بنقول الكدب، بس احنا عايزين ايه، نحسس اهلنا بالراحه النفسيه من يومتنا شويه. الحمد لله يا امي كلت، الحمد لله ماشيه مبسوطه، جوزي بيراضيني وبيديني والحمد لله والكلام ده كله. فاهمه قصدي؟ مش يا ام انا جعانه، انا باكل كل يوم بتنجان مسقع. والدتك هتشيل همك، ممكن تديكي كلام اصلا هي خايفه عليكي، بس ممكن تقول لك كلام انت تحس بنقص وبعجز فهتتضايقي. فمثلا ممكن تقول لك كلمه على جوزك، جوزك يا اختي جوزك طالع عينه وشغال ومفحوط من الشغل بره، بس ممكن تقول لك جوزك طب ما يسيب الشغل اللي هو فيه ويروح يشوف شغل تاني، طب ما مش عارفه ايه. هيبدا بقى كلام يضايقك، هتلاقي نفسك ايه، البركه بتقل من بيتك. طول ما انت بتحكي حاجه لحد، او مثلا بتتضايقي ان صاحبتك او اختك عيشتها احلى من عيشتك وانت لا، هتتضايقي. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، هتلاقي نفسك البركه بتقل من بيتك. لو انا بقى قافله على بابي ماليش دعوه بحد، ما بيشغلنيش حد، صدقيني والله العظيم، شوفي البركه اللي هتحصل في حياتك، شوفي حياتك هتبقى عامله ازاي، شوفي بيتك هيبقى ماشي مستور ازاي، شوفي ربنا هيكرمك ازاي. ليه؟ انت ست مقتنعه من جواكي، لا تحكي لامك عن حياتك، ولا تحكي مثلا عن لصاحبتك، ولا اقعدوا اتكلموا كل حاجه وتضحكوا وهزروا، بس خارج عن كلت ايه وشربت ايه ولبست ايه. جيتي مثلا في عيد الظروف زنقت معاكي، ما جبتش لبس السنه دي، او جبتي مثلا لبس بسيط ومش عارفه ايه، ما تتكلميش قدام صاحبتك، وما تخليش صاحبتك تحسسك بعجزك او بعجز جوزك. ما تخليش حد يقلل منك، انت احسن من اي حد، انت احسن من اي مليون واحده معاها فلوس، لانك انت معاكيش وستره بيتك ومحافظه على بيتك ومحافظه على جوزك وعيالك. فاهمه قصدي؟ لا بتدي طاقة سلبية لحد، ولا بتخلي حد يتدخل في حياتك، انت كده ست ب100 راجل. فانا عايزة كل اصحاب الميزانات يا جماعة البسيطة تعمل كده، ما تدخليش حد في حياتك، خلي حياتك كلها انشكاح يا انشراح. فهمت حبايب قلبي؟ اتمنى بس يكون الموضوع افادكم النهارده، اشوفكم على خير في صحة جيدة ومع الف سلامة.